حبايبنا ثالثه سنه وايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. قلنا ما نتاخرش على طلاب اليوتيوب اكتر من كده ونبدا نعمل لك القصه بطريقه جميله وشيقه كده تخليها ان شاء الله دايما موجوده في ذهنك ما تنساهاش ابدا. قصتنا اسمها Great Expectations لبطلها ولمؤلفها الاول تشارلز ديكنز، واحد من اعظم الكتاب في انجلترا بعد ويليام شكسبير. يكفي ان انا اقول لك ان تشارلز ديكنز ده كاتب روايات كتيره جدا زي ديفيد كوبرفيلد، زي A Tale of Two Cities، وزي الروايه اللي بتاعت النهارده اللي هنبدا نتكلم عنها Great Expectations. جاهز؟ يلا بينا. القصه بتاعتنا الناريتور بتاعها والبطل بتاعها اسمه فلاب براب، وعشان اسمه صعب عليك شويتين you can call him، تقدر تنادي وتقول له باب. مين باب ده؟ وعامل ايه؟ وساكن فين؟ وعايش مع مين؟ وكل ده تعالى وانا اقول لك. بص يا عمنا، تبدا القصه تقول لك ان بطل القصه اسمه باب، وباب عنده كام سنه؟ ايوه 7 سنين. ايه ده؟ هي عيلت كده ليه؟ هتقوم تمشي ولا ايه؟ لا خليك طبعا، ده القصه لسه 12 شابتر، يعني احنا هندرس باب ده من وهو عنده 7 سنين ايوه لحد ما ربنا يكرمه بقى ويخلص تعليمه ونشوف كل المراحل بتاعته. يبدا الباب يدخل في الصعبانيات ويقول لك I am an orphan boy، انا ولد يتيم. مين اللي مات عندك يا معلم؟ بابا ولا ماما؟ ايه ده؟ ايوه الاثنين. مش بس كده، انا في 5 of my brothers and sisters، في 5 من اخواتي الولاد والبنات were dead also. دي كانت سنه سودة بقى، كله مات، يعني بابا ومامته ماتوا، 5 من اخواته الولاد والبنات ماتوا. فالسؤال الطبيعي طبعا هو الواد ده عايش فين؟ ايوه ومع مين؟ يقول لك يا معلم انا عايش في small village، في قريه صغيره near the marshes، قريبه من المستنقعات، مع اختي مسز جو. وطالما قلت مسز يعني هي متزوجة من مستر جو. الفيلم الهندي اللي بيدور في دماغك مؤثر عليكي ان جوز اخته ده بيطفي السجاير تحت باطه وبتاع. الكلام ده غلط خالص، قال لك الحوار كان على النقيض من ده خالص. يعني ايه يا معلم؟ يعني اختي هي اللي كانت بتنفخني على طول، ميس جو دي ما كانتش بتطقني. انا هوصفها لك في 3 كلمات وحاضر هكون مؤدب. رقم 1 هي كانت طويلة. رقم 2 هي كانت ثان رفيعة. ومنين ما تلاقي كذا ست طويلة ماشيين في الشارع ورفيعين وعايز تميز اختي، ايوه هتلاقيها بتشتمني. She likes to complain about me. ده شكل باب مش طايقها. قال لك unlike her husband، على عكس زوجها مستر جو، مفيش منه 2 الراجل ده. ده النسمة بتاعت القصة، ده السكرة، ايوه هو ده بالظبط. يعني مستر جو ده يا معلم اطيب واحد في القصة. ده على كلام باب لحد دلوقتي ماشي. ميس جو اكبر منك بقد ايه؟ 20 years older than me، أكبر مني ب20 سنة. يبدأ بيب يدخل في الجد ويقول لك one cold gray afternoon، يعني في يوم بارد في منتصف النهار in the middle of winter، في منتصف الشتاء برضو. this was a boy أو there was a boy، كان في ولد. this boy was crying، الولد ده كان بيعيط in front of the graveyard، قدام المقابر. This boy was me، الولد ده أنا. ليه يا عم رحت المقابر؟ قال لك ده يا ريتني رحت المقابر بس، ده أنا سبت الأيام كلها ورحت في الكريسماس إيف، عشية الكريسماس. العيال الصغيرة كلها بتفرقع بومب وصواريخ وحركات وفاتحين لايفات تيك توك وبتاع، وأنا يا معلم أيوه أنا خدت بعضي ورحت قعدت قدام المقابر. السؤال جابي، هو ليه راح المقابر؟ To visit his parents، عشان يزور بابا ومامته. قال لك هقول لك حاجة، I didn't remember any of them، أنا والله العظيم ما فاكر حد فيهم أصلا. ليه يا معلم بتقول كده؟ قال لك أصل الاتنين ماتوا وأنا في اللف. أنا من كتر ما أنا كنت لونلي بشعر بالوحدة، أيوة وحزين خلاص بقى قطعت قلبي، فخدت بعضي كده ورحت على المقابر، ولا بيا ولا عليا، وحسيت بصهد في ظهري كده، بلف كده واشوف مين. أيوة أنا لقيت رجلين بني آدم. دي كناية ان الراجل اللي وراه ده طويل جدا، اوعى تتقض. ولقيت صوت بيقول كوايت، يعني ايه؟ هادي مكانك. انا اتقضيت بصراحة، خفت، ده انا اترعبت مش خفت. I jumped out of my skin. عارف لما جسمك يتنفض كده تحس ان جلدك خرج بره؟ هو حس بكده بالظبط. قال لك واديت نظرة كده لقيت dirty face، وش مش نظيف، dirty clothes، ملابس مش نظيفة. ايه القرف ده؟ قال لك الراجل كان شيكينج، بيترعش، بس الراجل ده لابس ليج ايرن، كلبشات في رجله. معنى كده ان هو
convict متهم، escaped هرب من البريزون من السجن. ده تحليلي وتحليلك المفروض يعني. قام جاي سألني وقال لي what's your name and where do you live؟ اسمك ايه وعايش فين؟ My name is Philip Breb. You can call me Beb. ابتدى يتهته كده ويقول له انا اسمي فليب بريب وتقدر تقول لي يا بيب. هو انا صاحبك؟ انت عايش فين يا هير؟ فين هير ده يعني؟ هنا فين؟ في البلاك سميث فيليج، في قرية الحداد. ما اصل جوز اختي شغال حداد. لا ما تاخدوا تاكلوا بقى، خدوا اكلوا يعني، خدوا من ايده يلا اكلوا بقى عندكم. ده بيب اعترف بكل حاجة. طبعا الراجل سمع كلمة بلاك سميث يعني حداد من هنا وعينيه لمعت من هنا. قال لك ده ربنا بعت لي الواد ده من السماء. ما هو معنى ان هو حداد جامد يعني هيجيب لي المبرد، يعني هفك الكلبشات، يعني انا هبقى حر. قام جاي ماسك الواد من كتفه كده. شفت؟ ايوه شفت فيلم اللي هو لما بيقول له خلاص انا مستسلم بتاع كلمني شكرا ده؟ ايوه السلاح ده بتاع عاطف الطايف ومرخص باسم امه. جاب لك الفيلم اهو. شفت الحته دي؟ جاب الواد كده ايوه زي الكتكوت المبلول كده. وقام جاي قايل له ايه بقى؟ يو ويل جو هوم، انت هتروح على البيت to bring me عشان تجيب لي some food to eat، شويه اكل اكلهم عشان انا جعان شويتين، and a file. اوعى تستلوح وتحور وتبقى فاكر ان فايل يعني ملف. ايوه فايل هنا انا قصدي بيها المبرد. قال له حاضر، وقتها هديك تشانس، فرصه ان انت تعيش. وقام جاي ماسك باب كده ورميه. قال لك انا اتنهد I started to breathe normally، يعني بدأت أتنفس تاني بسرعة عادية وطرت على البيت. استغفر الله العظيم، يا ريتني ما رجعت. بص المنظر، شايف منظرها عامل ازاي؟ ايوه انا لقيت المنظر ده مستنيني. لا اختي. مين اختك دي؟ ميسي جو. عارف توم وجيري كده لما الصياده ترجعك تاني مكان ما كنت؟ لا اخته واقفه له بالشبشب كده، انت كنت فين يلا يا كلب انت؟ قام جاي قايل لها في الجريفيورد في المقابر عشان اخته بقى تشغل الاسطوانه اللوكال اللي جايه دي. عارف كأنها في السوق كده بتتخانق معاه. قالت له جريفيارد ايه يا بابا؟ ده انت بسبب انا ما اترميتش هناك. You could have been put there، كان زمانك مرمي هناك. I don't want to look after you، انا مش عايز اخلي بالي منك. I never asked to be your mother، انا عمري ما طلبت من ربنا ان انا ابقى زي مامتك اصلا. كلام مهين من واحدة زبالة. ده كده كده صح كده؟ طيب خد بقى اللي جاية دي، خد اللي جاية دي اتقل بقى. Is it not enough being a blacksmith wife؟ مش كفاية عليا ان انا مرات الحداد المعفن ده، دي ولا طايقة جوزها، ايوه، ولا طايقة اخوها، ولا طايقة حد خالص. دي مش طايقانا احنا كمان يا معلم. ده ميس الجو كده اقدر اوصفها في جملة واحدة، ايوه، ان هي كرول وومن، ست قاسية. ده اللفظ المحترم. طب حلو قوي. عملت ايه يا بيب؟ ولا اي حاجة، زي كل يوم فضلت اعيط واعيط وادخل المطبخ اعيط واعمل الشغل اللي ورايا زي ما انت كده بتعيط وبتذاكر، صح كده؟ قال لك دخلت المطبخ I had some work to do، كان عندي شوية شغل اعمل. جملة مهينة برضو، دي مستعبدة يا معلم. نظف لي دي، اعمل لي دي. هو كان شغال في المطبخ. رميت ودني كده على مستر جو جوز اختي لما دخل يكلم اختي ميس الجو ويقول لها one prisoner، في مسجون escaped هرب من البريزون شيب، من سفينة السجناء. وللعلم بالشيء سفينة السجناء زمان في انجلترا كانت هي المكان او السفينة اللي بتتحط في البحر اللي فيها المساجين من جميع انحاء العالم، اخطر كريمنالز موجودين. فباب بيتنح كده ويقول لك يا نهار اسود، ده انا قابلت واحد فيهم. فضلت مستني لحد ما هما الاتنين ناموا وفضلت اسأل نفسي بقى، اساعد الكونفكت ولا ما ساعدوش؟ اجيب له الاكل ولا لا؟ ففتحت لك كده التلاجة كده ولا اشوف الاكل ايه اللي موجود. ايه ده؟ some delicious cheese، شوية جبنة لذيذة. اعمل لنفسي سندوتش، ايوه، والف شوية خدهم للمتهم. some nuts، شوية مكسرات، اديله، هات حبة خليهم للمتهم. قال لك في تفاح، اديله تفاح. في برتقال، خد برتقال يا معلم. قال لك اقف بقى، والله العظيم البتاعة دي ما بتدخل عندنا البيت اصلا. cold meat boy، فطيرة لحمة باردة، دي جاية وش عشان بكرة كريسماس، بس خسارة في المعازيم، ايوه، وحلال على المتهم. فلفيت الفطيرة وحطيتها في جيبي كده يا معلم، انا معايا كل الاكل. اخد الفايل ولا لا؟ هنا بيب كان ابتدى يحس ان هو جلتي، مذنب. ليه؟ بيني وبينك
اختي تتفلق عادي، ما هي لو عرفت ان انا سرقت الاكل هتنفخني. طب لو ما عرفتش، ايوه هي كده كده بتنفخني. لكن مستر جو ده ماي بيست فريند يا معلم، ده اللي في القلب كله، انا خاف على زعله قوي. اخد الفايل ولا لا؟ انا هاخد الفايل. خد المبرد وجري. لمحت واحد بنفس المواصفات بتاعت المتهم. اول ما وقف ولابس الكلبشات في رجله اختفى في المست في الضباب. بس معنى كده ان اللي هاربين 2 مش 1. جريت على المتهم، عمو في واحد شبهك هناك. طبعا الراجل ولا ادالي اي اهتمام، الراجل افترس الاكل وفك الكلبشات، وانا خدت بعضي وطرت على البيت. اقف هنا، الدنيا امان. طالما الدنيا امان يبقى ميسز جو مشغوله، طالما مشغوله يبقى هي بتحضر الاكل، يبقى يوم الكريسماس جه والمعازيم قربت تيجي. قاعد انا ومستر جو. عارف لما تبقى عامل مصيبه وابوك انت سرك مع ابوك كده، فابوك يبقى كشفك فقول لك قول لي ياض في ايه، انا حبيبك انا ابوك يا قول لي، فانت وشك فضحك اصلا. فبيب كان جلتي وشه باين كده ان هو عامل مصيبه، فجو يقول له مالك، يقول له بس جعان عادي يعني الكريسماس بقى وكده مستني الاكل. لحد ما ندخل على ترابيزه كبيره جدا مليانه اكل كتير. شايفك مستر هما مش فقراء بياكلوا ازاي؟ اقفلي الفيديو ما تتفرجيش عشان انت كده فضوليه زياده، حشريه نوزي، حاطه مناخيرك في حياه الناس. ما دي ليله الكريسماس، ما كل الناس هتاكل اكيد. قال لك في اكل كتير قوي، ويطلع لك واحد من وسط القعده، عارف قريبك ده اللي تبقى انت قاعد بتبلع الاكل ايوه كده وتلاقيه مره واحده قام جاي، هو انت جبت كام في الامتحان الشامل؟ فتلاقي الاكل فاهم خرج من زورك مره واحده. فلقيت واحد اسمه مستر بامبلتشوك. ده مين ده؟ جوز انكل، عم جو. يقول لي مش يقول لي انا، ده يقول لي اختي where is the cold meat boy I had bought you؟ هي فين فطيره اللحمه البارده اللي انا اشتريتها لكم؟ انا هعترف دلوقتي. ما خلاص بقى يا معلم، انا مكشوف. انا خفت وقمت جاي جاري، قمت من على الترابيزه رحت على الفرونت دور على الباب. لقيت لك a group of English soldiers، مجموعة جنود انجليز. كبرتوا الحوار يا شباب، دي فطيرة، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ جايبين لي الشرطة كلها وداخلين. يتقدمهم ضابط ويقول لك we need a blacksmith urgently، احنا محتاجين حداد حالا to fix عشان يصلح some handcuffs and leg iron، عشان يصلح بعض كلبشات الايد والرجل. في 2 prisoners، في 2 مساجين escaped من البريزون شاب، هربوا من سفينة السجناء، وفي خطر في حياتكم او في خطر على حياتكم. الناس كلها تاخد بعضها وتجري وينسوا الفطيرة. ده الحظ يا معلم، ده اللك، الحظ اللي لعب دور كبير في ان هو ينقذك يا بيب. بقيت انا ومستر جو والشرطة. جو مسك في الجدعانة قوي، قال لهم انا هخرج ادور معاكم على المتهمين، يا عم هنتضرب يا عم هنطحن. خرج جو يدور معاهم على المتهمين، وانا اكيد مش هقعد مع اختي لوحدي، انا جيت مع جو عشان جو يهمس في ودني ويقول لي باب I hope we don't find the convicts، انا بتمنى ان احنا ما نلاقيش المتهمين. me too. ايه ده؟ وانا كمان. ده ليه وانت كمان يا باب؟ لان باب اكيد شافهم قبل كده. لينتهي شابتر 1 ان احنا نسمع angry shouts، صوت خناقه، صيحات غاضبه تقريبا كده. لا احكي لك ده في شابتر 2. نتقابل الاسبوع اللي جاي، واشوفكم دايما بخير، واشوفكم كده دايما في احسن مكان.